السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لعبد العزيز النصر، الشكر أيضا موصول لضيفيك الكريمين في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا في هذه المواجهة في الجولة التاسعة من بطولة الليغا الإسبانية. المتصدر ريال مدريد هنا في سانتياغو برنابيو. مدريد هنا على مستوى بطولة الدوري إلى ضربة مرمى أمامنا السيد. قلوب المدريديين في الكبيرة بالنسبة لريال مدريد. بيلي يحاول فيها بيلي بينية، ولكن الكرة بعد ذلك جاءت في وسط الملعب عن طريق الجهة اليمنى، لكن وسط الملعب آخر مواجهات على مستوى. أيضا التغطية موجودة على طول من هذه المواجهة، واليوم على طاري الغيابات. توغل خوسيلو والعرضية، لكنها مرت من أمام الجميع. حلوة الكرة الأخيرة، هجمة أولى، غارة أولى يشنها الريال عن طريق خوسيلو من الجهة اليمنى، ولكن الكرة بعد ذلك تمر وتعدي إلى أخرى. يحاول فيها كامافينجا جميلة. تظهر مع ريال مدريد أكثر من المتيات اليمنى، يبحث عن الله كل الأبواب المغلقة يفتحها بيلينغهام. فتى الإنجليز لم ينتهي بعد من كتابة المقدمة. عن الثاني، هذه كرة عرضية لمنطقة. هنا داني كارفاخال يحاول، فريق البامبلونة يبحث عن العودة. منطقة بيلينغهام، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم التحويل مقابل هدف. هذه كرة تقطع من قائمة في الجهة اليمنى، عرضية ولكنها مرت من أمام الجميع. هي الأخطر وهي الأقرب لفريق أوساسونا. إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية. فيني يبحث عن الظهور. ياسمين، مباراة خاصة كانت. أولا لمسة جميلة وصلت جديد هنا في الناحية اليمنى. بيل يتحرك، العوبة طويلة عالية للأمام. هدف أمام نابولي، يحاول فيها فيني والعرضية. أمير الكرواتي لوكا مودريتش. هذه كرة مقطوعة تعود مرة أخرى الجهة اليمنى عن طريق شواميني. مودريتش جميلة رائعة باتجاه بيلينغهام من هذا المكان، يبحث عن البين اتجاه كامافينجا. يتقدم كارفاخال، داني والعرضية، وهذه كرة جميلة خوسيلو، ولكن هنالك على طول كنترول لم يكن ايضا بالشكل. لمسه الى فيني حاطها، ولكن الى خارج الملعب. ضربه مرمى جاءت بعيده. الكره الاخيره جميله كانت من فالفيردي باتجاه فينيسيوس، ولكن الكره تحولت في انطلاقه من اقصى جهه اليمين. يحاول هنا خط لمصلحه اوساسونا. كره عرضيه لا وصلت، ولكن فينيسيوس دائما ما يتصرف. ايضا لمسه عند لوكا مودريتش جميله قويه لانا وعرضيه، ولكن الكره بعد ذلك سهلت تصل باتجاه سيرخيو هيريرا. مباراة صعبه على سيرخيو هيريرا. بيلينغهام والعرضيه، والتغطيه موجوده، والكره فيها تسديده الى خارج الملعب. رميه جانبيه. ساسونا يبحث عن العودة الآن. لعبة طويلة باتجاه خوسيلو، يهاجم. كرة ملعوبة طويلة للاعب اليوم في هذه المواجهة. يتابع من أعلى المدرب. انتظار عرضية، بل هي بينية. فالفيردي والعرضية، ولكنها مرت من أمام الجميع. خطأ تم احتسابه على فالفيردي. خطأ كان موجود على فالفيردي. هذا هو اللورق. طويلة كرة للأمام. شوط المباراة الأول. بيلينغهام داخل منطقة الجزاء، عالية إلى منطقة الجزاء، تقدم منطقة الجزاء، ثم تسديدة قوية. في منتهى الخطورة الكرة الأخيرة. أوساسونا رغبة كبيرة في العودة، رغبة كبيرة في تسجيل هدف التعادل هنا. كرة كانت جميلة من الرقم 10 اللاعب إيمار أوروس، ثم بعد ذلك التسديدة الخطيرة. هذه واحدة، كرة عرضية مرة أخرى. روديغير والبين. الله، يحاول فيها مودريتش والعرضية. في الشباك الخارجية كانت من لوكا مودريتش، واحدة من لمحات. إيمار أفضل لاعبي أوساسونا. الأخيرة غير معقول. ماذا ضيع أوساسونا؟ غير معقول. لا تضيع الكرة التي لا تضيع. خوسيلو حاطها
ولكن إلى خارج الملعب، كانت في منتهى الخطورة. جميلة جميلة الكرة الأخيرة، خوسيلو يضرب ولكن الكرة لا تصيب مرمى. فجر تألق هذا بيلي بالراس. مودريتش والعرضية، لكن وسط الملعب ممتازة. جياتي اليوم حاول الكرة باتجاه الله، عرضية جميلة كانت من بيلينغهام، لكن الكرة بعد ذلك وصلت سهلة باتجاه حارس المرمى. وكان نعم فينيسيوس يتوغل يتلاعب فينيسيوس، خلص ثم تعود كاما، لكن إلى خارج الملعب كانت من جانبه كامافينجا إلى ضربة مرمى تجاه لوكا، خطيرة داخل المنطقة. مودريتش جميلة، فيني ميندي بينية تأتي أمام منطقة الجزاء، خطيرة. فالفيردي بيلي بحطها، بيلي يسجل ويثبت أنه الصفقة الكبرى وأنه الأفضل بيلينغهام في ريال مدريد مقدمة الليغا وما زال. وبعد ذلك تسديدة قوية ولكن كيبا يتألق، ردة فعل ممتازة الإسباني على طول. أريز بلاغا شال وحول إلى ضربة زاوية، ضربة ركنية لمصلحة أوساسونا. فينيسيوس إلى خارج الملعب، ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذا هو فينيسيوس يحاول فيها، مشاها كرة روبن، عرضية كرة خطيرة داخل المنطقة. وهنالك أيضا صافرة أو حكم المباراة يقول لا شيء، مطالب. فيني ينطلق يحاول يتوغل، فيني لا تكتمل متعة الريال إلا بفينيسيوس، إلا معك يا فيني، إلا معك يا برازيلي. فينيسيوس يقضي على أوساسونا بالثالث. فيني بينية جميلة، خوسيلو الرابع للريال. خوسيلو يشارك في هذه الحفلة، يشارك في هذا الكرنفال، يشارك في هذا المهرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة رودايت. النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي نحمل برنامج ريفو ان انستولر. طبعا معايا الشرح هتلاقي اللينك في الوصف. بعد ما نخش على الموقع هندوس فري داونلود، بعد كده نختار فري داونلود، كده هنعمل سيف، هينزل معانا بالشكل ده، هنفتحه، كده هندوس نكست انستول، كده هنفتحه، هيفتح معانا بالشكل ده. هتختار اي برنامج عاوز تعمل له ان انستول. انا مثلا هختار هيتمان برو، وهندوس ان انستول، كده هندوس كونتينيو، كده هنختار ادفانسد، بعد كده هندوس سكان، هيجي معانا بالشكل ده. هندوس سيلكت اول، بعد كده هندوس ديليت، كده هندوس يس، سيلكت اول، ديليت، كده هنلاقي معانا البرنامج اتمسح واتمسح كل ملفاته. وبس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو الجاي.